أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا ورائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتضوع البيت الحرام شزا وماس وغردا، فتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شزا، وتساءل الحدثان والثقلان ما هذا الصدى، فأجابت السبع الطباق سما بعالمكم بدا. فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمد، جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى، نادى الملائكة في العلا حي النبي محمدا. اللهم وصلاة وسلاما وبركة عليك سيدي يا رسول الله. أحبتي في الله،
كل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة ذكرى إسراء ومعراج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لقد أجمع المحققين من أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان بعد بعثة النبي وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة زادها الله تكريما وتشريفا وتعظيما إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. وهنا سؤال: لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وللسؤال على هذا الجواب قصة، إنها قصة طفل طهور كالربيع، إنها قصة طفل كريم كالنسيم، إنها قصة الحبيب رسول الله. النبي صلوات الله وسلامه عليه نشأ في بيئة شركية، كان الواحد منهم يصنع إلهه من الحلوى أو من الخشب أو من النحاس أو من التمر، فإذا ما عبس الجوع في بطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه. في هذه البيئة نشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا يفعل المصطفى؟ أشفق على أصحاب هذه العقول التي لا توحد الله جل وعلا، وانطلق صلى الله عليه وسلم بعيدا بعيدا إلى غار حراء ليقضي الليل كله في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي النهار كذلك في التأمل والتدبر والتضرع، حتى نزل عليه أمين وحي السماء جبريل وقال له اقرأ. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، وفي الثانية وفي الثالثة قال له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، حتى نزل قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات التي نحفظها جميعا. ثم بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه يرتجف وفرائسه ترتعد، حتى وصل إلى من؟ حتى وصل إلى رمز السكن، إلى السيدة خديجة العاقلة الصالحة التي استحقت أن يسلم عليها ملك الملوك من فوق 7 سماوات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد خديجة سوف تقبل عليك وفي يدها إدام من طعام أو شراب، فإن هي أقبلت فأقرئها السلام من ربها ومني أي من جبريل، ثم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة، أو لما دخلت عليه بشرته بهذه البشارة، فقال لها ربك يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. فماذا قالت؟ فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما عاد النبي من غار حراء عاد النبي إلى أمنا خديجة وقلبه يضطرب وفرائسه ترتعد، وقص عليها ما حدث، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بعد ذلك فتر الوحي فترة وجيزة على الراجح، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم يا محمد ودع عنك هذه الأغطية، فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. قام صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعرف طعم النوم ولم يعرف طعم الراحة، وبدأ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا إلى الإسلام، واستمرت 3 سنوات، لأن للأصنام جيوشا غاضبة
إن هؤلاء القوم يقتتلون من أجل ناقة، فما ظنكم إن علموا أن محمدا أوتي بدين جديد. ثم بعد ذلك نزل عليه قول الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قام صلى الله عليه وسلم وقال: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني لؤي، يا بني كذا، يا بني كذا، لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال المصطفى: فإني رسول الله إليكم جميعا. ثم بعد ذلك اجتمع أهل مكة على قلب رجل واحد ليصبوا الإيذاء صبا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أنهم كانوا يضعون النجاسات على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكانوا يأتون بسل الجزور الميت ليضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم. بل وجاء عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه من العذاب، وجاء من خلف رسول الله وخنقه خنقا شديدا حتى كادت أنفاس رسول الله أن تخرج. فجاء أبو بكر الصديق ليدفع هذا الكافر الماجن عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. اجتمع أهل مكة ليصبوا الإيذاء صبا على النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي أن مكة وأهلها قاسون عليه، لا يقبلون بذرة التوحيد. فماذا فعل المصطفى؟ انطلق صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ليبحث عن قلوب توحد الله جل وعلا. لكن أهل الطائف فعلوا بالنبي أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، سلطوا عليه الصبيان وسلطوا عليه السفهاء ورموا رسول الله بالحجارة، وسال الدم الطاهر من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأوه إلى بستان العتبة وشيبة بن أبي ربيعة. وفي هذا المكان تضرع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات النيرة وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور عرشك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك رأى النبي أن أهل مكة وأهل الطائف لا يقبلون بذرة التوحيد، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد إلى مكة ينظر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا بسحابة تنادي عليه، فإذا هو جبريل يقول له: يا محمد، إن الله قد سمع ما قاله قومك لك ورأى فعل قومك بك، وهذا ملك الجبال أرسله الله إليك فمره بما شئت يا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لي ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله. فرد الحبيب عليه السلام: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه وما انتقم لذاته. رسول الله لا يبحث عن مكانه ولا عن زعامه، رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرم نبيه وحبيبه محمد برحلة الإسراء والمعراج، وكأن الله أراد أن يقول له: يا محمد، إن كان أهل مكة والطائف قد رفضوك فإن رب السماء والأرض يدعوك. يا محمد، لا تظن
تظن أن جفاء أهل الأرض يعني جفاء السماء، بل إن الله يدعوك اليوم ليعوضك بجفاء أهل الأرض بحفاوة أهل السماء. وبدأت رحلة الإسراء بشق صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم جميعا أن رسول الله شق صدره مرتان. في المرة الأولى حينما كان غلاما صغيرا في ديار بني سعد، وفي المرة الثانية حينما بدأت رحلة الإسراء والمعراج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وبدأت رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق، لكننا سمعنا وقرأنا عن البراق ما يستحيي الإنسان أن يقوله في أمة ينبغي أن تحترم دينها ونبيها وعقلها. منهم من يقول أن البراق له عرف كالديك وله أجنحة وله كذا وله كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لونه فقال هو أبيض، وحدد النبي صفته فقال هو فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليركب البراق استصعب عليه الركوب، فقال جبريل للبراق ما صنعك على هذا أو ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد من خلق الله أكرم على الله من محمد. لو ظللت أتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج لاحتجت إلى ساعات طويلة. أيها الأفاضل، إننا أمام معجزة فريدة ليست تأييدا للدعوة، بل هي في المقام الأول تأييد لصاحب الدعوة، ألا وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأفق ساجية الربا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ضللته غمامة والجزع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. وعلى مراتبه المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.